النهاردة هنتكلم على السلاحف اليوناني والسلاحف المصري. يا ترى مين فيهم الأقوى ومين الضعيف، ومين لو حبينا نربي نختار سلاحف مصري ولا يوناني؟ السؤال ده بتسأله كتير جدا، فعشان كده حبيت أرد عليكم في فيديو. بس طبعا قبل ما ندخل على الفيديو بتاعنا ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد وتعملوا اللايك الحلو، وكمان تتابعوا القناة وتتابعوا الصفحة عندي. اوكي. في ناس كتير جدا فاكرين ان في نوع قوي ونوع ضعيف، بس الحقيقة اخطر من كده بكتير. السلاحف اليوناني مناعتها قوية وكويسة، بس بشرط لو حطيناها في جو معتدل مش حر زيادة. والسلاحف المصري او الصحراوي دي مش ضعيفة زي ما ناس كتير فاكرة، بالعكس هي متعودة على درجة حرارة الصحراء، يعني حرارة زائد جفاف بتساوي حياتها الطبيعية. المفاجأة بقى لو احنا غيرنا البيئة بتاعة السلاحف اليوناني هتتعب جدا، ولو غيرنا البيئة بتاعة السلاحف المصري هتتعب جدا. يعني لو حطينا السلاحف اليوناني في الحر الشديد هتمرض، ولو حطينا السلاحف المصري في الرطوبة هتمرض. يعني نفهم من كده ايه؟ يعني مفيش حاجة اسمها قوية او ضعيفة او اقوى او ضعيف. السلحفة لو وفرنا لها بيئة مناسبة تشبه لبيئتها الطبيعية صدقوني هتبقى قوية، وهتبقى مناعتها قوية، وهتبقى صحتها قوية وكل حاجة. أنا طبعا قبل ما ربي السلاحف المصري كنت بربي يوناني بس، وبعد كده كان بتجيلي شكاوي كتير جدا جدا من المصري ان هم مناعتهم ضعيفة وشهيتهم ضعيفة وان هم بيمرضوا بسرعة. هو الكلام ده صح فعلا، هو ده صح فعلا. السلاحف المصري ما بتتأقلمش بسرعة غير اليوناني. اليوناني ممكن يتأقلم بسرعة، وفعلا مناعته أقوى شوية، وكمان شهيته مفتوحة. بس السلاحف المصري برضو كويسة لو احنا وفرنا لها بيئة مناسبة، ووفرنا لها الجو المناسب اللي يشبه لبيئته الطبيعية. صدقوني بيبقى مفيش احسن من كده. طيب السؤال بقى هنا اللي بتسأله دايما، لو انا اول مرة اربي ايه، يوناني ولا مصري؟ لا، ربي يوناني. اليوناني هيريحك اكتر في التربية. طيب لو انا هاوي وبعشق بقى السلاحف، نربي مصري ويوناني. الاتنين كويسين جدا، بس عايزين اهتمام وعايزين طولة بال وعايزين صبر. لو اول مرة تعرفوا المعلومة دي ما تنسوش تعملوا لايك وتصلوا على سيدنا محمد في الكومنت.